لقد أثار السطو الذي تم على مجلس قضاء الجزائر ليلة 28 إلى 29 مارس 2013 انشغال الرأي العام الوطني وما طرح من تساؤلات حول حقيقة ما حدث. ربما وقع هنالك لوم على السلطات العمومية لعدم إدلائها أو إعطائها لتوضيحات في شأن ما حدث للرأي العام، فإن كان هذا انشغال جدي ومشروع لما للمواطن من حق في الإعلام، فإن عدم الإدلاء بأي تصريح أو نشر أي بيان في هذا الشأن فإن ذلك كان قد أملاه ضرورة ومتطلبات التحقيق الابتدائي الذي أمرت به النيابة فور علمها بالواقعة. اليوم وبعد الانتهاء من التحريات الأولية وإلقاء القبض على الفاعل يوم 31 مارس 2013 مساء، فيمكن لنا أن ندلي بما يلي للرأي العام. مقترف هذا الفعل هو المواطن، نقولوا نرمزوا له بالرمز تاع الاسماء تاع بايع، البالغ من العمر 35 سنة، وهو مواطن يقطن بضواحي مدينة حسنداي، وهو متعدد أو سبق أن حكم عليه لمرات متعددة من أجل وقائع مماثلة. التحقيقات أثبتت حسب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن الغرض الوحيد من قدومه على ارتكاب هذه الجريمة هو فعل منعزل يدخل ضمن السرقة دون سواها. مصالح الأمن قد تمكنت من استرجاع كل المعدات التي قام بسرقتها من مقر المجلس. على صعيد آخر بودي أن أؤكد أنه خلافا لما تداولته بعض الصحف، فإن التجهيزات للإعلام الآلي وكذا شبكات الإعلام الآلي وكذا قاعدة المعطيات للمجلس لم تصبها أي عملية تخريب ولم تصبها أي أذى، فالمعني بالأمر أتى للمجلس من أجل السرقة فقط. كما أؤكد وأنفي نفيا قاطعا أن تكون الملفات القضائية قد أصيبها تلف أو قد أتلفت أو الملفات قد أتلفت أو خربت، وفي هذا الشأن فكل الملفات هي على حالها وسليمة. كما أؤكد مرة أخرى أن قاعدة المعطيات للمجلس هي سليمة ولم تمس وهي شغالة 100%، وخير دليل على كلام هذا هو أن العمل القضائي صبيحة يوم 31 مارس انطلق بصفة جد عادية.